مرحبا بنات، شلونكم؟ ان شاء الله الكل بخير. رجعت لكم اليوم بفيديو جديد. سويت تمن ماش وسوب مال دجاج بطريقة كلش طيبة. خلونا نبلش الفيديو. هنا أنا عندي بصلة مقطعة بشكل شرائح، نصف دجاجة، الكمية تكون حسب مقداركم او حسب رغبتكم. هنا البهارات عندي ورقتين من الغار، وملعقة شاي كركم، ملعقة شاي كاري، نصف ملعقة شاي فلفل أسود، 3 حبات من الهيل، وعندي قطعة ماجي أو ظرف ماجي حسب المتوفر عندكم. هنا أنا بديت أضيف المواد. أول شي جبت زيت الزيتون، بس ضيفوا كلش قليل أو زيت عادي انتو بكيفكم، بس المهم انه تضيفون قليل. هنا ضفت أول شي البصل، وبعدها ضفت الدجاج. طبعا هنا عندي نصف دجاجة قسمتها نصين، وأبدي أحمسهن وأقلبهن شوية إلى أن أشوف لونهن شوية بدأ يتغير. فمن تشوفون لونها بدأ شوية يتغير يلا نضيف البهارات. هنا عندي بعد ما حمستها ولونها بدأ شوية يتغير، مثل ما تشوفون صار هيجي لونها أبيض، أبدي أضيف البهارات اللي أنا محضرتها كليتها سوية، وأبدي أقلبها كليتها سوية وأحمسها حمسة كلش بسيطة. وبعدها أضيف المي. طبعا كمية المي لازم يغطي الدجاج، يعني لازم يغطيه بهالشكل هذا. هنا السوب صار عندي جاهز، مجرد ما أغطيه وأتركه يستوي. هنا راح أسوي تمن الماش. كمية الملح نصف الكمية اللي أضيفها كل مرة، يعني أنا كل مرة أضيف ملعقتين، ضفت ملعقة لأنه راح أخلي ماجي همات يكون مالح. وهنا الماش عندي غاسلته كلش زين، تقريبا نصف كوب مثل ما تشوفون مغسول، وضفته للمي اللي بيه ملح. هنا راح أخوطه وأتركه إلى أن أشوفه يبدي يستوي. يعني أبقى أراقب الدجاج إلى أن يستوي. وبالنسبة للملح إذا حبيتوا ضيفوا شوية، وإذا ما حبيتوا أنا بالنسبة لي اكتفيت بملح الماجي. وأخلي القبغ بهاي الطريقة على مود ليوقع السوب على الطباخ. هنا الماش تقريبا عندي استوى، تشوفوه بهالطريقة هاي بإصبعكم أو تذوقوه، يعني المهم إنه هو يتكسر بالإصبع. فأضيف له تمن. هنا عندي تمن تقريبا كوب واحد، هماتين غاسلته بس بدون تنقيع، يعني ما منقعته. يعني كمية الماش تكون نصف كمية التمن. يعني إذا كوب تمن نص كوب ماش تطلع الكمية كلش متناسقة. هنا مثل ما تشوفون التمن بدأ عندي يستوي فصفيته. فبعد ما صفيته هنا جبت الجدر وخليت بيه شوية زيت. وهنا عندي بصلة كاملة مقطعة شرائح، وفص ثوم مقطع مكعبات كلش صغيرة. فهنا أنا بديت أحمس البصل كلش زين، وأضيف له بعد ما يحمس أضيف له البهارات. كمية البهارات تكون حسب الرغبة، المهم تستخدمون كاري وكركم وفلفل أسود وماجي. الماجي يكون مطحون، وإذا ما مطحون انتو تطحنوه بإيدكم بهاي الطريقة على مود لا يصير متكتل بالتمن. وهنا أنا خليت كل البهارات على البصل، وبديت أحمسه حمسة سريعة، ما أخليه هواي يحمس ويا البهارات. وهنا بعد ما حمسته صار بهذا الشكل عندي مثل ما تشوفون. راح أبدي أضيف له الثوم ما خليته من البداية عمود لا يتغير طعمه، فخليت الثوم على السريع، هم حمسة كلش سريعة. وهنا بديت أضيف التمن اللي أنا مصفيته، اللي هو التمن والماش. طبعا الماش والتمن ما يصير انه تسلقوهم سوية، لازم اول شي الماش بعدين التمن، لان التمن بسرعة يستوي اسرع من الماش. ولازم تسلقون الماش وتشوفوه قريب مدى يستوي او هو استوى، تبدون تضيفون التمن وياه. قريب ما يستوي الماش تضيفون التمن. هنا أنا جبت سوب الدجاج وضفت منه تقريبا شوية على التمن على مود يعطي نكهة. ضفت شمشتين تقريبا على مود يعطي نكهة كلش طيبة، وقلبته وعفته يتهدر. هنا أنا بعد ما اتهدر عندي، طبعا ما احكي لكم على الطعم فد شي خيالي، يعني هذا اطيب تمن ماش تذوقوه بحياتكم، اتمنى تجربوه. وهنا أنا بديت اقلي الدجاج اللي اني مسويته. ضفت شوية من الزيت وبديت اقلي الدجاج. طبعا الدجاج بسرعة يتقلى لان هو مستوي، مجرد ما انه يتحمص. فبديت اصب التمن بين ما يتقلى الدجاج. وطبعا اليوم شوية صوتي متغير لانه مريضة شوية. فهنا أنا صار عندي الدجاج جاهز من هاي الجهة، قلبته على الجهة الثانية، يعني أحمره من كل الجهات يصير كلش طيب. وطبعا أنا عادة أطبخ الدجاج بدون الجلد، لأن الجلد مو صحي، بس لمن يعني أقرر إنه أقلي لا لازم أخلي الجلد. ولهنا وصلت إلى نهاية الفيديو. أتمنى الفيديو عجبكم، وأتمنى تجربون هاي الطريقة، لأن أطيب طريقة هاي التمن الماش.
أتمنى تدعموني باللايك والاشتراك، وأشوفكم بالفيديو الجاي، ومع ألف سلامة.